جاي دردش معاكم في موضوع اتسألت عنه من اغلب الناس اللي لسه داخله المجال. لو انا عايزه اسس نفسي كويس في مجال السياحه والاثار عامه اعمل ايه؟ بص يا سيدي، القراءه ثم القراءه ثم القراءه. طيب، تعالى كده كده ندردش مع بعض بالترتيب. بص، احنا هنخلي كل حاجه على جنب وندردش. تمام. انا دلوقتي دخلت القسم دوت او دخلت المجال دوت او دخلت التخصص ده وعايزه اسس نفسي فيه. ابدا ازاي؟ بص، علشان تعرف تشرح اي مكان اثري لازم تكون متأسس في 3 حاجات اساسية: الديانة المصرية القديمة، لان عن طريق الديانة هتلاقي كل حاجة بتترتب. يعني انت لو فهمت الميثولوجيا المصرية القديمة اللي هي الديانة المصرية القديمة هتفهم معتقدات المصري القديم كان بيفكر ازاي. فتبدأ تكتشف ان الديانة بتاعته اثرت على العمارة بتاعته. تمام. يعني انا عرفت ان هو الديانه بتاعته وطريقه التفكير بتاعته هتاثر على المباني اللي هيبنيها، المعابد بقى، الاهرامات وهكذا. طيب، علشان خاطر اعرف اشرح التمثال هشرحه ازاي؟ لما اقرا الخرطوشه اللي عليه، لما ادخل مقبره واشوف فيها نصوص على التوابيت وهكذا هشرحها ازاي؟ لازم اقرا، فلازم اكون متاسس في اللغه المصريه القديمه اللي هي الهيروغليفيه او الخط الهيروغليفي، عشان خاطر نكون ناس فاهمه صح. اسمه الخط الهيروغليفي. تمام. انت دلوقتي تأسست في الديانة، تأسست في العمارة، تأسست في اللغة. فاضل لك ايه؟ لازم تكون متمكن من اللغة الإنجليزية. دي أساسي بقى في أي حاجة في حياتنا، لازم نكون متمكنين من اللغة الإنجليزية. اختار لك لغة صعبة. اختار لغة صعبة، مش دارجة، مش ناس كتير معاها في الكارنيه بتاعها انا مرشد الماني. كلنا عندنا مرشدين المان كتير قوي. شوف، ركز دلوقتي، انا هنصح اي حد بحاجة ركز هقول له ركز على لغات شرق اسيا. لا بجد بجد، لان لغات شرق اسيا هي المطلوب دلوقتي. انزل كده اي موقع اثري، ما شاء الله ما شاء الله، منورين يا جماعة، نورتوا مصر. ويلكم تو ايجيبت بجد. فيبقى احنا كده عرفنا ان احنا هنأسس نفسنا ان احنا نقرأ في الديانة كويس قوي، نأسس نفسنا فيها كويس قوي، نأسس نفسنا في العمارة بجد بشكل. بصوا، اقرأوا في كل حاجة، اي حاجة تخص العمارة اقرأوها بجد. تمام. واحدة واحدة هنزل لكم اقتراحات وهنزل لكم حاجات وهننزل سلسلة فيديوهات نتكلم عن كل حاجة من دي بالتفصيل. تمام. يبقى احنا قلنا ديانة، عمارة، لغة مصرية قديمة، ركزوا عليها كويس قوي. اللغة الإنجليزية ركزوا عليها كويس قوي. اتعلموا لغة جديدة تكون مش دارجة. وانا لو بنصح حد بحاجة للمرة المليون فهي لغات شرق آسيا. باي.